هذا وقد تم الكشف عن مجلس شورى نسائي غير معلن، وقد أثبت وجوده منذ سنين، ويعتقد بأنه أقدم بكثير من المجالس الرسمية وأكثر تأثيراً منها. وبحسب مصادر عائلية موثوقة، فإن المجلس لا يحمل اسماً رسمياً، لكنه ينشط بقوة قبل فترات الخطوبة أو الزواج بشكل خاص. أما عن المؤسسين، رئيسة المجلس وحافظة الإرشيف العاطفي والعملي، الناطقة الرسمية باسم المجلس، والمكلفة بتنفيذ التوصيات بأسلوب أنا أدرى بمصلحتك. العمة والخالة، مستشارات دائمات، مراقبات ميدانيات، ويعرف عنهن دقة الملاحظة. بنات العم والخال، أعضاء بلا حق تصويت، عندهم ملفات لتجارب سابقة وبيستخدموا كأمثلة تحذيرية، لا تكوني جذبة مثل بنت خالك. أما عن الفتاة المقبلة على الزواج، فهي محور الجلسة وموضوع النقاش، ولا يشترط وجودها ضمن الاجتماعات. وبحسب البيان الصادر عن المجلس، فإن أهدافه المعلنة تشمل الآتي: 1. حماية الفتاة من صدمة الزواج، كونه بفترة الخطبة بتكون عايشة بالأحلام الوردية فلازم نوعيها. نقل الخبرات المتوارثة جيلاً بعد جيل، لكن تشير تقارير غير رسمية وتسريبات حصرية وكم تجربة خاصة إلى بعض السلبيات الجانبية. 1. تضخيم المخاوف من الزواج. 2. تعميم التجارب الفردية. 3. تسريب الخصوصيات بدون موافقة رسمية، يعني كتير عادي تلاقي قصتك عم يتناقشوا فيها على جروب العائلة. 4. وأخيراً، إنه عم يتم تجاهل سؤال كتير أساسي: هل هي البنت موافقة على هذا المجلس؟ ما علينا. في ختام النشرة، يؤكد الخبراء أن هذا المجلس ليس بالضرورة خاطئاً، حتى إنه إيجابياته ممكن تكون أكثر من سلبياته، بحكم إنه مبني على المحبة والصدق، بس لازمه شوية فلترة والقليل من الوعي. منصة زيتونة كانت معكم ضياء الشواف.